برج القوس. برج القوس. برج القوس. أنا سمعت من كتير ناس إنه تعذبوا خلال السنوات طبعاً الماضية. طبعاً برج القوس طبعاً. كان عندهم مأساة، هل رح يعني مستمرة ولا رح يخلصوا ولا؟ شوف أنا ما بقول مأساة، بقول عندهم اختبار، مرقوا باختبار كتير قوي. مواليد القوس تغيرت حياتهم، يعني انتقلوا من موقع لموقع تاني. هالسنة كمان عندهم منعطف جديد مواليد القوس، ما فينا نقول إلا منعطف هيك. كيف؟ إيجاباً منعطف إيجابي. وعندهم كوكب المال يلي هو ساتورن بيستقر عندهم، يعني عندهم ازدهار وفرص مادية متنوعة. فينا نحولوا على العقرب؟ العقرب أحسن أوكي. هلا رح تشوف شو عندك. بال 2016 كوكب جوبيتر كان بالعذراء، يعني كان عامل معاكسة مع ساتورن ببرج القوس. شو صار معه القوس؟ صار عنده اربكات، يعني كل ما يجي بده يعمل شغله تتعرقل معه. السنه لا، السنه بالعكس صار كوكب جوبيتر حليفه، لانه انتقل الى برج هوائي. من اي متى ببلش بلش من 9 ايلول الماضي. بلش الانفراجات من 9 ايلول بس رح يكون اوجه بهالسنه. بصير التغيير عنده ملح جدا، عنده حدس القوس، بيشتغل مع الخارج وبيقدر يلقط فرصه ما حدا كان عنده اياها قبل. بيخطط وبيوظف يلي بده اياه بمشاريع كتير بعيده، بيغير بشكله، بيغير بهندامه. السنه بتبلش شوي ضاغط للقوس، تنفرج السماء بشباط، يعني بدنا نقول له اول شهر ما تحاسبني. نعم. بشباط بيكون كتير احسن، وبايلول ببلش يحس انه كل الانفراجات وصلت، يعني خف المره ساتورن عنه، بيحرز نجاح مش طبيعي. كانون الاول، نص كانون الاول يعني اخر السنه عنده تحقيق لحلم، بتحقق حلم عنده. هيدا الايجابيات. نعم. السلبيات اللي ممكن تواجه القوس خلال السنه؟ بده يدافع عن افكاره بطريقه كتير، عنده منافسين كتير، عنده منافسين، وعنده خوف على بعض الاوضاع المهنيه، من مثلا ان تقفل مؤسسه ابوابها، مثلا ان تتغير اداره معينه وهو مش عارف، يعني او ينتقل الى بيت جديد. اللي بيشتغلوا بوسائل الاعلام مثلا اكثر شيء معرضين، دوما نايمين مش عارفين بكره الصبح شو بدنا نوعى. عاطفيا محاط بالمعجبين السنه. عندك اليوم هالسنه كوكب الحب فينوس قاعد ببرج ناري مثله بالحمل، استثنائيا 6 اشهر، فبيعطي للقوس اجمل